فناننا لم يكن غريبا أن ينصب اهتمامه بمسألة الخلق والمخلوقات، وهي النافذة التي يطل منها ليس فقط الاستمتاع بتلك العلاقات المتوالدة والمتغيرة والتي تمنحنا جماليات الشكل واللون عبر منظومة أقرب إلى العشوائية الجمالية التي تتخذ من الفوضى جمالا خاصا ليس لفتح نافذة تمتد على استقامتها كي تتصل الرؤية بالتجربة الأولى لفناننا محمد برطش. سوف نعقد مع من يمارس العمل الإبداعي وفي نفس الوقت له رؤية نقدية. إذا نحن مع فنان جميل الحقيقة الذي يعني كثيرا ما كنا نتفق على موعد، لكنه كان دائما يخذلني في مواعيده لا أدري لماذا، حتى أردت أن أعطيه مساحة فنجان من القهوة في القاهرة، ولكنه أيضا رد لي الفنجان فارغا. خالد همهم. مساء الخير. يعني تحية كبيرة وخاصة جدا للجمهور الجميل اللي قدامي عشان ساب الماتش ده. يا اعترابك شوية كده. لا أنا شايف إن أنتوا جمهور جميل قوي. طبعا تحية للزملاء والأساتذة على المنصة الكريمة، أصدقائي وأحبابي، وتحية للفنان المتميز الأستاذ محمد برطش. أشكره على دعوتي إني أكون موجود النهارده مع حضراتكم، وأشكره على الوجبة الدسمة الجميلة للفن التشكيلي اللي بيقدمها لنا، وفيها كتير قوي من الكلام. الحقيقة يعني الموضوع كان محتاج دراسة متأنية في النقد، يعني نقعد نتكلم لوحدنا، لكن طبعا كله عمال وسط الساعة، فخليني بسرعة كده أحط إيدي على بعض النقاط السريعة اللي هي طبعا يعني يمكن أستاذ فينوس غطى جزء كبير، أستاذ الفنان أحمد الجناني غطى جزء كبير أيضا، لكن أنا هقول إنه تجربة الفنان محمد برطش هي محصلة مخزون مرئي من خلال رحلات وأماكن كتير زارها. شاف لما الفنان بيشوف بيعمل عنده في الذاكرة مخزون، المخزون ده بيبقى موجود جزء منه في العقل الباطن وجزء منه في العقل الظاهر، ويبدأ لما يقف قدام الكانفاس أو السطح الأبيض يبدأ هذا المخزون يترجم إلى عمل تشكيلي. الحاجة في العقل الباطن ممكن تطلع بدون أي مشاعر، بدون أي ما يفكر، بتطلع تلقائية، والحاجات اللي موجودة في العقل الظاهر بتطلع بتهندم وبتنظم هذه العشوائية اللي طلعت من العقل الباطن. التجربة بتاعته تجربة يعني متعددة جدا، لأنه يعني شاف كتير، لف كتير وشاف كتير، فهنجد إن عنده بعض الرموز الأساسية في عمله الفني. أول رمز عنده طبعا الأشجار، وبعدين هنلاقي أسطح الرخام أو أسطح الجبال أو الحاجات اللي شافها، وبعدين عنده بعض الدلالات من الموديل أو ممكن نلاقي فيجرز بشكل عام، ممكن نلاقي فراشة، ممكن نلاقي ناي، ممكن نلاقي نبات صغير. كل ده في النهاية هي رموز الفنان اللي من خلالها مش عاوز يكلمنا بشكل أدبي زي ما الأستاذ أحمد الجناني قال. ده نقطة مهمة جدا، إن من الخطأ الجسيم أن يقف الفنان ويفسر عمله أدبيا أو فلسفيا، دي عملية مرفوضة تماما، لأن احنا أمام عمل بصري لا يفسر، وبالتالي هو اللي عمله. وإن كان طبعا العنوان جميل التوحيد وسطح الأشجار، لكن أنا لما أقف قدام العمل فسوف أستقبل هذا العمل بطريقة مغايرة تماما.
يعني مش بالضروري ان انا افهم الموضوع بهذا الشكل. انا بقف قدام عمل مجرد، وطبعا زي ما الدكتوره فيروز قالت حاجه مهمه قوي، ان هو بيتارجح ما بين التجريديه والتعبيريه والرمزيه والسرياليه في بعض. وطبعا التجريد في البيت، كل ده شيء جميل جدا، لكنه لما بيشتغل الحاله بتاعته بتوصل لي بس. يعني إذا كان سعيد هبقى سعيد، إذا كان زعلان هبقى زعلان، إذا كان عنده وطنية هتبقى عندي وطنية. لكن إذا كان بيفكر زعلان عشان حبيبته سابته إذا كان بيفكر عشان حبيبته سابته، أنا مش هتوصل لي دي. يعني مش هيوصل لي، هبقى زعلان، بس زعلان مش عشان إيه بس. هو مستوى ما أقدرش. عشان كده لما بيقف بعض الفنانين، طبعا للاسف الاعلام بشكل عام المصري صور لنا الفنان التشكيل العسوي، انه يقف يشرح اللوحه يقول لك هذه عندما تسير الجول في برمونه مش عارف. هذا طبعا بيصوروه بشكل يعني عشوائي ويلبس وحش قوي، فنان مش كده خالص. فنان طول عمره من ايام محمود سعيد او محمود بيك سعيد، محمد بيك ناجي، الى الان هم اساتذه وفنانين كبار جدا. فبهذا الشكل عاوز اقول كلمه سريعه جدا، وهو اللون عند الاستاذ محمد هو بينتمي، اللون عنده هو مش لون ثابت، يعني كل لوحه لها باليتة لون خاصه بيها. في فنانين بنلاقي ان الاعمال بتاعتهم كلها على مدى مراحل حياتهم في باليتة لون واحده، زي مثلا حسن سليمان نلاقي او حلمي نلاقي لون جري مثلا مسيطر على العمل كله. او في فنانين استاذ محمد جميل فيه، وانا نفسي لما بمارس العمل بعمل ده، ان كل لوحه لها باليتة لون خاصه بيها، لان كل لوحه هي تجربه وهي حاله وهي قضيه عنده، فبيطلع هذا الشكل. يعني صراحه كلام كتير عن التجربه، لكن يمكن استاذن حضرتك انك تعمل لنا ندوه متخصصه شويه بعيده عن المعرض، نتكلم. تحياتي للجمهور الجميل، تحياتي للمنصه الكريمه خالص، شكرا.